ارحمنا وارحمهم. شنو؟ أنا وين؟ أنا شايفكم. أنتم منو؟ أنت منو؟ أنا آدم، ادفنتني قبل أسبوع. وشنو قصتك؟ كنت طالع بسيارتي وصفت علي سيارة وضربوني بأسلحة كاتم، وما أدري ليش، ما أعرفهم وما شايفهم. أنت منو؟ أنا حواء اللي دفنتني قبل 7 أشهر. وشنو قصتك؟ أنا من ميسان، طالبة بالثانوية. حكموا علي عشيرتي أن ينطوني فصلية للعشيرة الثانية حتى يعوضون خسائرهم، ولما أخذوني لبيتهم قاموا يعاملوني بقسوة وعنف، عبالك أني كاتلة أخوهم، فمليت من هاي العيشة لحد ما انتحرت وخلصت نفسي من قسوتهم. وأنت منو؟ أنا آدم اللي دفنتني قبل يومين. أنا من الكوت، فتحت عيني على الدنيا ولقيت العشيرة كلها تنتظرني. شو كنت أخبار عن مداخل دار أبوي اللي قتل أبوي وشرد بغداد. فبوقتها كان عمره 16 سنة ودزونا عمام البغداد على مداخل دار أبوي، ولما صرت هناك حاولت أقتله وما قدرت. أنت شنو قضيتك؟ أنا حواء اللي دفنتني قبل شهر. أنا من الناصرية وإخواني في الآليح، وعلى فجأة قامت تنتفخ بطني، فتهمني أخوي بالعار وقتلني، ولما أخذوني للطبيب الشرعي طلعت عندي انتفاخات ببطني. أنت منو؟ أنا آدم الحداد اللي دفنتني قبل 10 أيام. أنا حداد بشتغل بمنتزه حكومي، وبعد 4 سنين جت عائلة إلى المنتزه، فبتهم خطة من المنتزه، فقام الأب يصيح هاي من المنتزه، فقالوا له منتزه حكومي، فقالوا له هاي يا سوى المرجوعة، قالوا له الحداد، قال الحداد وين؟ فإجا علي بعد يوم داعاني بالفصل عشائري، قلت له أنا ما عندي يعني. وراها ثاني يوم طلعت إلى العمل مالتي، نزلوا علي قتلوني الشباب. في مقبرة بغداد أصبح الإنسان مشروع جثة وليس مشروع حياة. ولو أردت أن تطلع أكثر فادخل إلى بيت أي عراقي ستجد شهداء، وتجد نساء أرامل، وتجد أطفالا يتامى، وتجد وتجد وتجد، وإلى ما نهاية.